مش كل حاجه بتشوفوها بتبقى حقيقيه. بالظبط. سيبكم بقى من عيش الشوفان والدقيق الابيض والدقيق الاخضر، كل انواع الدقيق. النهارده جبت لكم عيش من نوع خاص جدا وسبيشال، عيش اول مره تشوفيه وهيعجبك. ايه رايك؟ بص يا عماد، انا شفت الفيديو ده من فتره، بس انا مش متوقعه ان هو هيبقى ناجح. لا هيبقى جامد. لا مش هيبقى ده جامد. كفايه انه منقط اسود كده من الجناب، ده حاجه ما هو مختلفه. دي حاجه شبه العدس بس هيطلع جميل. اصلك انا بحب بذور الشيا احطها على الزبادي واكلها. زبادي ايه بس يا بنت، انا لكن جايب لك أكلها كعيش. يا لهوي جربي. هم عملوا الخاص عيش وبيتاكل، فلما تطلع دي حلوه يبقى احنا كده كسبنا وصفه ممتازه. طب يلا نجرب. يلا نجرب. معانا في الاول طبعا بذور شيا. حجمها صغير كده ليه؟ هي كده دي حجمها. حجمها صغير قوي. 30 جرام 30 جرام. تعالى نشوف هيعمل قد ايه. 30 جرام. طب حطيهم كلهم، انت ليه بتعايري؟ انا عشان خاطر ايه، لو هما ما عندهمش ميزان يعني ربع كوبايه لمعلقه كبيره. انا بس قلت اقول لكم المعيار بالظبط. ودول 150 مللي ميه بس. دي الوصفه بتاعتنا كلها يا جماعه. حط يا عماد، مالك مقلق ليه؟ هي هتنفش؟ هي تحسوا ان هي ميه خالص، بس بذور الشيا بتتقل بتبقى عامله زي الجيلي كده. هتحتاج وقت قد ايه؟ يعني ساعتين، هنسيبها في التلاجة ساعتين. نرجع لكم بعد ساعتين. وده شكلها بعد ما ورمت. انت قلت ميه، هي انا قلت لك ان هي تبقى عامله زي الجيلاتين. اوكي. طب هي مش المفروض نحط لها رشه ملح؟ لا ندوقها، ولو احتاجت ملح نبقى نزود. حطي. اوكي. ده العيش اللي شكله يغني عن اكله. مش انت اللي متحمس؟ بصوا بقى، يعني دول هيعملوا رغيفين. نعمل اول رغيف. ايوه حطي تاني. حطي. انا هحط وهنفرد. نفرد. اي ماشي. ونحاول ندورها كده. بتهيألي نرمين هو اوتوماتيك لازم يبقى يديكي شكل المدور يعني. ليه اوتوماتيك؟ ما انت اللي بتعمله. كفايه على فكره انا كنت متفائل بامانه، بس مش عارف مالي دلوقتي ليه نفسي جزت. انا ما بحبش الحاجات اللزجه دي. انا قلت لك اخر بذور الشيا نحطها على شويه فاكهه، على شويه زبادي يوناني. لا يا نرمين بجد شكلها كان شبه الرغيف وهتنفخ على فكره، بس انا يعني الطعم نفسه هيبقى عامل زي السمسم كده، يعني زي السمسميه كده اللي كلها سمسم. مش هقول لك، انت اللي هتدوق لوحدك. هتفاجئيني صح يا جماعه؟ الفيديو دي اول تجربه على فكره يا جماعه. الفيديو ده يستاهل مش اقل من 10,000 لايك لاجل اللي انا بعذب نفسي في اللي انا بعمله ده. بصوا احنا فردناها وهنسيبها على نار متوسطه لمده 5 دقايق على الناحيه دي، وبعد كده لحد ما تنفخ. ده نفخت بس لا. هي نفخت مع ناس، يعني في ناس عملتها ونفخت معاها. طيب هو يعني دي القمح الكامل اثر معانا في ايه؟ مش انت اللي جايبها لي؟ انا قلت لك بلاش. لا البني ادم مننا يا جماعه يحيى ليجرب. لازم تجرب كل حاجه قدامك. انت بتزودي ليه؟ ما خلاص. لا يعني الحته دي شكلها مش عاجبني. بس وهو قالوا ان احنا مش بندهن الطاسه ولا حاجه. طب بس هي بدات اهي. الطاسه كده سخنت. هم قالوا ان احنا مش بندهن الطاسه ولا اي حاجه. هنستناها لحد ما تقوم. انت غطيت البوتاجاز اصلا وهو اساسا مش سخن. ما انا عشان خاطر بص، ده بوتاجاز اصلا في الطبيعي بتاعه ناره متوسطه كده، مش هيقوم اصلا. مش يسيبه يعمل على مهله. لا بس اديله حراره، اديله خليه على 7. يتحرق يا بنتي، هو اصلا في نار فيه اهو بدأ يطلع دخانه. ما هي دي مشكلته، انه هيفضل بس كده. هو قال لك ازاي؟ لا انا بشوفه ربنا يكرمه ولا لا. ما بتعرفش تقف فاضيه. عايز تسلي نفس الله. ايه ده؟ جلوط. بتاكل الحاجات دي ازاي؟ انا بحبه في الزبادي على فكره. المنظر ده مش حابه خالص. لا ما انا بحط حبوب وبسيبه ينفش في بطني. على فكره انا بحبه. فاكر المشروب اللي هو فيه ليمون وفيه نقط؟ لا وفيه نقط كده معموله، هي نقط بذور كتان. انتوا بتحبوا البتاع ده يا جماعه؟ انتوا بتحبوا البتاع ده بجد؟ قعدت تقولي بيطلع دخان. هو بيطلع دخان بقاله ساعه، ولا الرغيف اب ولا احنا قاعدين مكاننا زي ما احنا عاملين زي الولايه اللي مستنيين الفرج. مش دي وصفتك؟ على فكره يا جماعه بوتاجاز بيكو انه تحفه فنيه معماريه. بصوا اقول لكم على حاجه، ممكن ترشحوا لنا بوتاجاز غير بيكو.
مش محتاج غير بيوك يا بنتي. العيب مش في البوتاجاز، هو موديل البوتاجاز اللي بيسخن ده نظام التسخين بتاعه. طالما في دايره تسخين بتبقى بطيئه. لسه بدأ على فكرة. ماشي اديني مستني. يا عالزمن اللي عدى بينا ودانا ترارارارا. بلاش عشان خاطر ما نقطعهوش وتقول لي انت السبب. ايوه ما هو اصلا كلهم رغيفين خلاص. هو انا مش هسوي غير رغيف واحد، مرارتي ما تجيبش. يا نرمين الباقيين هحطهم في اي حاجه واكلهم. يا نرمين الصبر جميل، والانسان مننا ايه غير شويه صبر فوق صبر فوق صبر. يا بنتي بيتلظ معاك سيبيه. يلا يا نرمين بدا ينفخ اهو. يلا قلبي اقلبي يا نرمين، بلاش كده. قلبي هتقلب لك. لو قلبته هيعمل. لا مش هيعمل، بس هو اهو هيبوظ. هو فعلا هيبوظ. لسه ما مسكش نفسه ما قوي. مسكش نفسه يا بابا، لسه اصبر. طب اوعي امسكي كده وريني. لسه يا جماعه محتاج ان انتوا هتطلع دي كده سنه ناحيتي. يا حبيبي اصبر هيسيح. طب خلاص سيبيه. هو في لسه، بص في حته دي لازقه، هو لسه. ميه اصلا لسه. قلبي سيبيه. ما اسيبه لغايه لما يبدا ينشف. اه اول لما هنعمل كده نلاقيه اتحرك كله، ساعتها نقلب. ماشي. وبدأ يتحرك في الطاسة، دي بداية مبشرة. بعد حوالي 4-5 دقايق. ده خلاص طويل جدا على فكرة. لا اكتر من 6 دقايق 7 دقايق، معرفش عشان خاطر النار واطيه ممكن. يلا نقلب. اصبر دي. اعملي هوبا. بصي عشان انت مستعجلة. بص اهو. بص عمل ازاي. استني بقى عليه لغاية اما يكمل سواه. هتقلب انت ولا اقلب؟ هقلب انا. الشجاعة دي بتاعتي انا، اوعي. انا رايي بلاش وتلم. عماد هو المشكلة ان هو اتنى. اتحاسبن عليك طيب. بس عملت فيه ايه؟ ما يسامحك. لا خلاص يا لا استنى. يا جماعة كلاكيت تالت مرة هوب. لا انت بتلعب. هعدلهولك وانت عملتي فين؟ ما خلاص انت بوظته. لا مؤاخذة يا جماعة، دي نهاية المحاولة الأولى. سوري يا نرمين، أنا آسف. مش هتدخل تاني ومش هلمسه تاني. معلش أنا آسف. مش هتلمسه بعد ايه؟ بعد ما بقي عجينه. معلش أنا آسف يا جماعة. سوري. عماد بيلعب. ده كده باظ. بص يا عماد انت عملت. إن هو كده باظ. ايوه يا عماد. يا جماعة أول محاولة أنا بوظتها بغباوة، فالمحاولة التانية تعويضا لنرمين عن تعبها أنا هحط المحاولة التانية أهو. طبعا الطاسة بص السخونة بقى عاملة إزاي أهو. عماد انت مش واخد بالك ان انت عملت كتير؟ طب بعد اذنك يا عماد لو سمحت، انا مش عايزه ابوظهم عشان انا مش هعمل التجربه تاني. بصوا يا جماعة ده بقى المحاولة التانية اللي أنا فيها أنا مش هلمسه. سبته لغايه لما عمل وقلبته بعد 9 دقايق مش 5 دقايق. في حاجات لاجل الامانه، في ناس يعني ايه بتنصب بتقول الحاجه سهله وسريعه، بس هي مش سهله وسريعه، هي تفقع على المراره. مش أول مرة أشوفك كده بتعنفي ليه؟ لا ايه قصدك؟ هو نفخ اهو، بس هو فعلا اخد وقت جامد لا بصراحة. ما انا ما احبش فكره ان واحد يقول ان هو سهل وبسيط وسريع، لا هو مش وفي سريع. الاخر اجي اعمله الاقي حاجه مش سلسة. مش سالز. اه و5 دقايق يكون استوى على كل ناحيه، هو لسه اصلا 9 دقايق ولسه يا دوبك قلبيه. هو بدأ ينفخ يعني، اللي قلبه عماد وبوظه ده خلاص ربنا يعوض عليا فيه. لا خلاص نفخ على فكره، يعني هتلاقيه فتح من جوه. بس ده يبقى من جوه متروس، هيبقى تقيل. لكن ده شكله هيطلع كويس. ماشي بصوا هو لسه على فكره مستويش. لسه طري من جوه. لسه. هو اصلا طبيعه البذور الشيا ان هي لزجه. يعني بصي واخده بالك انت تحسيه لسه زي ما يكون لازج، لسه مش. بس هو انت لو خدت بالك هتلاقيه ايه، في جزء منه استوى، في اتنفخ. فاحنا هنسيبه على نار متوسطه وبراحته لغايه اما يكمل سوا على الاخر. وانا ما قلبتوش غير لما الحروف بتاعته يعني ايه قبت لفوق، عرفت ان هو خلاص لازم يتقلب. غير جاهز. كده ما تقلبوش بالظبط، عشان ما تعملوش زينا لو انتوا عايزين تجربوا الوصفه. وخلاص استوى. فرجت جالنا افراج بعد ما شلني تلت ساعة تسوية للرغيف ده. حطي يا نرمين، اقطعي. انا حاسه ان هو لسه ما استويش. اقطعي بس. اهو فرجينا من جوه. لسه ما استويش.
ني يا جماعه، عجينه. ني. بصوا يا جماعه، انا مش بصدق كل الكلام اللي بشوفه. التجربه خير برهان. بصوا من جوه عامل زي العجينه يا جماعه. كانت تجربه مش احسن تجربه، ولو حد جربه ونجح معاه يقول لنا. بس انا بقول لكم يا جماعه، لا، مش كل حاجه بتشوفوها بتبقى حقيقيه. بالظبط. عموما ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا فولو للصفحه، لايك للفيديو، ونشوفكم مع فيديو تجربه احتمال تكون ناجحه المره الجايه. باي باي باي. باي.